يتفوق على من ومن سبط السحر من في هذه الضربة في هذه الركلة. كرة تسدد والهدف، الهدف الأمين الزحزوح وهدف أول في المباراة للاتحاد. تصبح النتيجة يا سادة. حفيدي ينقلب منطقة الجزاء. جول رجاوي في الدقيقة 67 من المباراة. في الدقيقة 67 يسري بوسوق أمام الأحواسي. بوسوق ثاني هدف الرجاء في الوقت الميت من المباراة. يسري بوسوق يتمكن من بلوغ الهدف. 2-1 للرجاء. الصافرة حميد حداد يسجل الهدف الاول لفائدة فريق الرجاء. حميد حداد اللي كان هو الموقع هدف الخلاص وهدف الفوز في لقاء امام شباب قسمت خالد عيتو خالو. هدف التعادل لفائدة فريق الرجاء من نقطة الجزاء. يعيد المباراة لنقطة البداية. هدف التعادل وفرحة محاولة بالأجيال اليمنى لفائدة فريق الرجاء من اللعبات. الهدف الثاني لفائدة فريق الرجاء بن بلال. الهدف الثاني لفائدة فريق الرجاء بن بلال. كانت تمريرة ممتازة من الأجيال اليمنى كان صعود وحمد أعلن لاحظوا أشرف غريب. الهدف الثالث لفائدة فريق الرجاء بن بلال. هدف من نقطة الجزاء على مستوى المباراة. يرفع الكرة فرصة رأسية. حميد حداد يتمكن من وضع الكرة في الشباك. حميد حداد هو الموقع، هو الهداف ديال فريق الرجاء. يتمكن من تسجيل الهدف الثاني وبالتالي ترفع الكرة الرأسية. الرجاء يتمكن من تسجيل هدف التعادل. جمال حركاس ابتدات الكرة بشكل ممتاز. لاحظوا الفرحة ديال لاعبي فريق الرجاء. هدف اللي كيجي في الأنفاس الأخيرة من المباراة وفرحة كبيرة لجماهير الرجاء. قلت بأن يبحث عن تجاوز الهدف. كرة تسدد. هدف أول المولودية يتمكن من تسجيل وهدف في هذه المباراة. تصبح النتيجة يا سادة 1-0 للمسيو. الكرة لزكريا الهبطي. جول للرجاء. هدف للرجاء من نقطة الزاوية. رجاء ينجح في الوصول للمرمى عبر جمال حركاس يتمكن من بلوغ الهدف امام ناديه السابق. خاض حول يمر للهبط. بوسوق يا بوسوق. نقطة موسيقية لسيمفونيا رجاوية هنا في المركب الرياضي محمد الخامس. موسيقار هذه المجموعة، مبدع هذه المجموعة. كيلعب الكرة دائرية داخل منطقة الجزاء. فرصة رأسية. الهدف أول لفائدة فريق شباب المحمدية بواسطة عبد الحق عسال يتمكن تقريبا دقيقة على بداية هذه المباراة من تسجيل الهدف. كان ارتقاء ديال عبد الحق عسال يضع الكرة بالرأس في الوقت اللي بوزوق عند محمود بتيك. فرصة للرجاء ترفع الكرة. الهدف حمزة خابة لم يخب ظن مدير كبير في إدخال حمزة خابة الذي تمكن من وضع الكرة في الشباك. هدف تعادل لفائدة فريق الرجاء. هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء. هدف ثاني بواسطة اللاعب محمد تزريدة.
زريدة يضع الكرة في الشباك، فرحة كبيرة للاعبي فريق الرجاء، لعبات الكرة بسرعة، زريدة في المكان المناسب يودع الكرة في الشباك، فرحة كبيرة للاعبين ولجماهير